بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم شيوات ناديه. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وباحسن الاحوال. اليوم حضرت لكم تحليه ديال التفاح كتجي رائعه لذيذه بزاف. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. نبداو بسم الله. عندنا هنايا جوج تفاحات غادي نقشرهم. نحيدو لهم القشره. اللي مبغاش يقشرهم يقطعهم هكا بقشورهم عاد يصفيهم. انا كنفضل هكا نقشرهم عاد نطحنهم. هاد التحليه راه كتجي رائعه، كتجي لذيذه بزاف. صافي دابا غناخد هاد الكاس ديال الخلاط وغادي نقطع فيه هاد التفاح طريفات هكا. غنوضع عليه 2 معالق ديال سنيده كتبقى حسب الذوق كل واحد وحسب الحلاوه اللي كيبغي. اللي ما كيبغيش السنيده يدير غير التمر حتى هو راه كيجي زوين. المهم غنوضع نصف لتر من الحليب وغنطحن هذا الخليط. دابا الخليط ديالي هو تطحن، غنوضعو في هذا البول. غنضيف عليه فلون ديال الكراميل الساشيه صافي وغادي نخلطها مزيان. صافي ملي نتيقنوا باللي دابت ناخذ واحد الكاسرونه نوضعوا فيها هذا الخليط. صافي غادي نوضعوا فوق النار حتى يطبخ لينا مزيان ولا يفيد الحليب. ديك الساعه ونرجع معاكم. كتشوفوا انا وضعته فوق النار، نبقاو نحركوه مره ضروري من التحريك
تيسخن مزيان، واخا ما يفادش، مهم واخا تخليوه تيفاد ماشي مشكل، ولا ما بغيتوش الا كنتو مزروبين غير يسخن مزيان صافي ونطفيو عليه. صافي انا غنتظر حتى يسخن، ديك الساعه نكملوا المقادير. كما كتشوفوا الخليط ديالنا ها هو صافي راه المهم خليته انا تفاض ماشي مشكل. دابا غنوضع عليه هاد فلون كراميل، ياغور ديال فلون كراميل. صافي ونحرك هاد الخليط مزيان. صافي نتيقن بلي داك الياغورت صافي ينسجم مع الخليط. صافي نجيب هاد الكؤوس ديال التقديم صافي ونوضع فيهم الخليط. بسم الله. صافي دابا غادي نخليه غير يبرد شويه وغادي نوضعو في الثلاجه واحد المهم حتى يعقد، حتى يبرد مزيان ويعقد. ديك الساعه عاد نرجع معكم. هنا غناخذ واحد الكاسرونه غنوضع فيها قطع ديال التفاح. تفاحه هذه تفاحه وحده قطعته قطع المهم مكعبات صغيره، غنوضعها في واحد الكاسرونه. غنضيف عليها سنيده واحد المعلقه ونص، وغنوضع عليها واحد الطريف ديال الزبده صافي، وغنوضعها فوق النار. كتشوفوا النار راه هي مجمده صافي، وغنستمر في التحريك هكا حتى يسل لينا هاد التفاح. ها هو التفاح ديالنا تعسل لينا. دابا راه غنوضعو في الثلاجه مع دوك الكؤوس ديال التحليه حتى يبردوا وعاد نرجع معاكم. كما كتشوفوا التحليه ديالنا هي بردات. دابا غادي نزينوها بهذا التفاح اللي عسلنا. نحطو هكا في الوسط. صافي وغادي نرش عليها شويه ديال اللوز اللي هرمشتو. كما كتشوفوا التحليه ديالنا الشكل ديالها كتجي عاقده وزوينه لذيذه بزاف.
كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بلي لايك وبالكومونتيرات، واللي اول مره غيشوف القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. والى اللقاء مع شهوه اخرى من شهوات ناديه.